هاي أكتر آيس كريم إحنا بنفضلها بالبيت، ولأنها مقاطعة قررت إني أجرب أعملها بنفسي. بصراحة انصدمت من النتيجة على قد ما طلعت فظيعة. أول شي بتخفقوا نوعين كريمة، الباودر والسائلة، وإذا مو متوفر الباودر بس السائلة. بعد ما تنخفق بتضيفوا الحليب مكثف المحلى وشوية فانيلا، بترجعوا بتخفقوهم شوي. بصينية مغلفة بورق زبدة رح نضيف الخليط والنكهات على ذوقكم، لأنه إحنا بنفضلها بالسنيكرز. ضفت زبدة فول سوداني محمص والكراميل، وهلأ هيك صارت جاهزة إنها تفوت الفريزر. رح تفوتوها فريزر مدة 4 ساعات أقل شي، وممكن ليلة كاملة. هلأ رح نغلفها بالشوكولات، نسيح الشوكولات بالميكروويف أو بحمام مائي، وبعدين بتقطعوا الآيس كريم بالشكل اللي انتو بتحبوه. أنا قطعتها مكعبات صغيرة، وبعدين غلفتها بهاي الشوكولات السايحة. نصيحة لا تستعملوا هذا الشبك لأنه رح تلزق عندكم، لهيك الأفضل إنكم تستعملوا ورق زبدة. بتغلفوها بالشوكولات وبتحطوها على ورق الزبدة، وبعدين رح ترجعوها على الفريزر تقريبا 5 دقايق بس لحتى تتأكدوا إنها تماسكت. فيكم تقدموها طبعا بطريقة تانية هي أسهل. بكاسات أو صحون تقديم الآيس كريم بتضيفوا الآيس كريم، ممكن تستعملوا المعلقة المخصصة لغرف الآيس كريم، وبعدين بتزينوها بالشوكولات والفول السوداني. هيك صارت عنا أطيب آيس كريم جاهزة، وصحتين ألف هنا.